الموسم الثاني من لعبة الحبار. بعد الأحداث اللي حصلت في الموسم الأول بتكمل بين الأحداث تاني بعد فوز لاعب واحد هو اللي قدر ياخد الثروة دي كلها، بس قصادها ضحى بناس كتير. هو كسب اللعبة بقى معاه فلوس كتيرة، لكن رفض ان هو يستخدمها لانه حاسس بالذنب. قرر يكشف اصحاب اللعبة، عايز يوقفهم عن اللي بيعملوه ويدفعهم ثمن اللي حصل للناس اللي ماتت. وبدل ما يسافر امريكا ويستمتع بالفلوس لغى الرحلة، رجع من المطار وفجأة بيجي له مكالمة من مدير اللعبة بيحذره لو حاول يعمل اي حاجة هيخلص عليه. فاجئ جيهون من كلامه، بيعرف ان هو متراقب لكن مش بيخاف، بيتحدى ان هو هيوقف اللعبة كمان. بيركب تاكسي وبيمشي من المطار، ولما بيوصل للمدينة بتاعته اول حاجة بيعملها بيدخل للحمام، بيفضل يفتش في هدومه وكل جسمه، شاكك ان هم بيراقبوه، وفعلا شكه بيطلع في محله. بيكتشف ان هم زارعين جهاز تعقب ورا ودانه، بيقرر يتخلص منه. في الوقت ده بيفوق هوانج في المستشفى، ده الضابط اللي كان متنكر علشان يدخل للعبة. كل ده لانه بيدور على اخوه، وهنا الصدمة لما اكتشف ان هو اصلا المسؤول عنهم، الشخص المقنع اللي بيدير اللعبة كلها. وللاسف اخوه ضربه علشان يخلص عليه، لكن لحسن الحظ ان هو واقع في المية. من ساعتها هو في غيبوبة، وفاق دلوقتي. والدته اول لما بتشوفه بتفرح، وبيمر سنتين على اليوم ده. بنشوف الضابط هوانج وهو شغال شرطي مرور، بنعرف ان هو قرر ينتقل من الاسم بتاعه. بيوقف شاب سائق الموتوسيكل بسرعة كبيرة من غير ما يلبس خوذة، وبيقرر يسحب منه الرخصة. حبيبة الشاب بتعجب بوسامته، بتروح تغريه وبتقول له بقول لك ايه، ما تفكك منه وتيجي معايا. طب هناخد صورة مع بعض، اضحك طيب، قول اي حاجة. هوانج بيتجاهلها لان عنده مناعة ضد العواطف، وبسبب كده الشاب بيحس بالغيرة. بيمسك الدراجة النارية وبيمشي وبيسيب حبيبته، بتقول له خد بس رايح فين؟ بالله بخليه يوصلك، خد بس يا ابن الهرمة، وبترمي الخوذة عليه. هوانج بيضحك على الموقف. بعدها بيروح يقعد مع رئيسه القديم في الشغل، بيطلب منه يرجع للقسم بتاعه. بيقول له انا عملت كل اللي طلبته مني، دورت على الجزيرة اللي بتقول عليها، دورنا على اي حد دخل الالعاب اللي انت قلت عليها، ما لقيناش اي اثر، وكمان ما فيش اي دليل على كلامك لانه موبايلك اللي كان عليه الصور وقع في البحر. الدليل الوحيد هو الرصاصه اللي في كتفك. وبيساله رئيسه اذا كان فاكر مين اللي ضربه. هو عارف ان هو اخوه، بس بيقول له ما اعرفش، لسه مديله امل ان هو ممكن يتغير. بالليل بنشوف جيهون وهو مستخبي في فندق، وفجاه بيسمع حد بيخبط عليه، ولما بيروح يشوف مين بيلاقي كارت اللعبه على الارض. بيتفاجئ وبيفتح الباب بسرعه، وقتها بيشوف الشخص المقنع اللي بيدير اللعبه واقف قدامه، بيمسك المسدس وبيقعد يضرب عليه، وبيصحى من النوم مفزوع. بيعرف ان كان بيحلم بكابوس، لكن بيسمع جرس البيت بيرن، بيخاف وبيفتكر ان الحلم هيتحقق. بيروح يشوف مين، وبيطلع ان ده المساعد بتاعه. بيفتح له وبيقعد يتكلم معاه. بنعرف ان جيهون قرر يستخدم كل الفلوس اللي معاه علشان يوصل لاصحاب اللعبه. طلب من المساعد بتاعه يلاقي الشخص اللي لابس بدله اللي بيدي دعوه للناس في المترو. المساعد بيقول انا بقالي سنتين بدور في كل محطات المترو، ما قدرناش نوصل له. بيطلب منه يستسلم خلاص. جيهون بيرفض، وبيعرف ان هو شارك في اللعبه في الوقت ده من سنتين، وده معناه ان هو قربت تبدا. بيديله شنطه مليانه فلوس، بيقول له يدور في كل المحطات تاني في نفس الوقت، لانه واثق انه بيدور على ناس تشارك في اللعبه. هتلاقوه ماسك شنطه وفيها فلوس ولعبه ورق، واللي بيكسب اللعبه بيديله فلوس. بيتفاجئ المساعد، بيوعده انه هيعمل كده وبيسيبه. بيروح للرجاله بتوعه، بنعرف ان اصلا زعيم عصابه، لكن بيعمل كده لان الناس اللي مديونه ليه بالفلوس اختفت، فشاكك ان هم شاركوا في لعبه الحبار فعلا. وبيقوموا رجالته يدوروا على صاحب البدله في كل مكان. بياخدهم من المقر بتاعه، بيوري لهم تمثال ليه علشان يعرفوه. قال كده يعني في ملامح منه. يلا يا جماعه كل واحد يطلع تليفونه ويصوره، يلا الفرقه الاولى على المحطه اللي هناك، والفرقه الثانيه على المحطه اللي هناك، وكل واحد عمال يدور في محطه. الرجاله بتتحمس، اللي هيلاقيه هياخد نص مليون دولار. عمالين يتصوروا مع اي حد شاكين فيه، وبيبعتوا الصوره علشان يتاكدوا هو ولا لا. على الاتجاه الثاني الضابط هوانج هو كمان لسه عمال يدور ورا لعبه الحبار. بيروح للمينا وبيقابل قبطان سفينه، هو ده اللي انقذه اول مره من البحر. بيركب معاه، ومن يوم ما فاق وهو كل فتره بيطلع يدور على الجزيره اللي بيتعمل عليها الالعاب علشان يوصل لاخوه. مع خريطه فيها معظم الجزر اللي في البحر، ولكن لحد دلوقتي ما قدرش يوصل لها. وبتمر ايام كتير على الحال ده، كل واحد بيحاول يلاقي اي حاجه تدل على لعبه الحبار. خلاص افراد العصابه هم كمان بداوا يفقدوا الامل، قاعدين مستريحين. بيقولوا شكل الراجل اللي اسمه هوانج ده مجنون، عمال يصرف فلوس على شخص مش لاقيينه. وفجاه بيسمعوا صوت حد بيلعب بالكروت قدامهم. بيبداوا يركزوا، ايه ده، نفس الشنطه ونفس الفلوس ونفس الحركه، هو ده الشخص اللي بندور عليه. على طول بيصوروه وبيبعتوا لهوانج. بيتصدموا ومش مصدقين عينيهم ان هم لقوه خلاص. هوانج بيتفاجئ، بيطلب منهم يراقبوه وان هو جاي في السكه حالا. بيسوق باكس سرعه علشان يروح لهم ويتخلص منه. هم بيفضلوا ماشيين وراه من غير ما ياخد باله. بيروح الراجل ابو بدله ده يشتري شويه خبز كده وكروت حظ. بعدها بيروح على مكان مليان ناس فار. بعدها بيبدا يتكلم مع كل واحد متشرد لحاله، بيعرض عليه يختار قطعه خبز ولا ورقه حظ. طبعا كل المتشردين بيختاروا الكارت على امل ان هم ممكن يكسبوا فلوس كتير، وقتها حياتهم هتتغير، لكن محدش منهم بيكسب ولا حاجه. ولما بيخلص معاهم بيقف وسط الحديقه بيرمي الاكل اللي معاه على الارض. الكل بيستغرب. واحد من المتشردين بيساله ليه بيعمل كده. ابو بدله بيقول له كلكم اخترتوا اللعبه ورفضتوا النعمه، مش انا اللي رميتها، انتوا اللي رميتوها. وبيتعصب وبيبدا يدوس على الارض. كل ده علشان محدش منهم يجي ياكلها. بيتفاجئ زعيم العصابه من اللي بيعمله، بيفتكروا مجنون. بيصوروا وبيبعتها لبطلنا. في الوقت ده بيبقى سايق عربيته علشان يروح لهم، لكن عربيه المرور بتوقفه. بيروح الشرطي يسحب منه الرخصه لانه سايق بسرعه. بيطلب منه يدفع غرامه. بيعرف جون من زعيم العصابه ان ابو بدله ركب تاكسي ومشى، وبيخاف لا يهرب منهم. بيركبوا هم كمان تاكسي وبيروحوا وراه. بيدفع جون الغرامه وبيمشي بسرعه علشان يلحقهم. الشرطي بيستغرب وبيرجع، وبنكتشف ان هو كان واقف مع هوانج. بيقولوا ان السواق كان معاه موبايلات كتيره، وبيشك هوانج في اللي سمعه وبياخد منه الرخصه. بيتفاجئ لما بيشوف اسم جيهون. الاسم ده انا قريته قبل كده في الملفات بتاعه لعبه الحبار. بيرجع وبيبحث عن الاسم، وبتظهر هنا الصوره. بيتاكد ان هو نفس الشخص اللي طلب منه المساعده قبل
كده. بيبحث عن الاماكن اللي ساكن فيها وبيعرف اسم الفندق اللي قاعد فيه. نروح لابو بدله اللي بينزل من التاكسي وبيدخل شارع مقطوع، بيخاف زعيم العصابه لا يهرب منهم وبيقرر يقبض عليه. بيبقى المساعد بتاعه خايف لكن الزعيم بيشجعه، بيقول عيب يا ابني، ده احنا 2 وهو 1 يعني، غير كده ده احنا عصابه وهو لابس بدله، شكله انسان محترم ملوش في المشاكل، اكيد فرفور وهيجي معانا سكه على طول. بيروح عليه لكن بيتفاجئوا ان نينجا برغم ان شاب وسيم لكن في الضربه غشيم، وفي اقل من ثانيه بيهزم الزعيم، بيوقعه على الارض. بعدها بيهجم على المساعد بتاعه بالشنطه، بيضربه وبيكسر عظم وشه. بعدها جون بيوصل للمكان اللي هم فيه، بيحاول يتصل بيهم لكنهم ما بيردوش عليه. بيفضل يدور عليهم وقتها بيلاقي السكينه بتاعه الزعيم، بيعرف ان ابو بدله شكله خطفهم وفعلا بيطلع معاه حق. بنشوفهم وهم مربوطين في مكان مهجور واخدين على الاموت. ابو بدله بيفك رباط من على عينيهم وبيشغل لهم موسيقى علشان يحقق معاهم. بيقرب منهم وبيقول لهم اول حاجه احنا لازم نلعب لعبه حلوه كده، تحيه مني ليكم. ولا يعيش وقتها نتكلم معاه. هتلعبوا لعبه حجره ورقه مقص، هنحط رصاصه واحده في المسدس ونلف الخزنه، ووقتها بقى انت وحظك، اللي هيخسر هيروح فيها. بيمسك المسدس وبيطلب منهم يلعبوا، واللي مش هيلعب يعتبر خسر، وقتها هيتعاقب. الاتنين بيخافوا، بيعرفوا انه شخص خطير ومجنون لكن بيضحك. بيبدا اللعبه بيشارك الزعيم لكن المساعد بتاعه بيخاف وما بيقدرش. ابو بدله بيتعصب وبيقول له كده مخالفه للقواعد، ده معناه ان انت خسرت. بيضرب اول مره ولكن لحسن الحظ مفيش حاجه. نبدا الجوله الجديده وفعلا المره دي بيبداوا يلعبوا مره هنا ومره هناك. الموضوع طول وهو حس بالملل فقال لهم خلاص هنقلل الاحتمالات، هنحط المره دي 5 رصاصات يعني نسبه النجاح 1 من اصل 6. الاتنين بيخافوا وبيعيطوا لكنهم بيضطروا يشاركوا لان كل واحد خايف على حياته. بيفضلوا يلعبوا كل مره بيتعادلوا لحد لما بيوصلوا للجوله الاخيره. بيفضلوا يلعبوا ولكن للاسف الزعيم المره دي بيقرر ان هو يخسر بمزاجه، عايز يدي فرصه للمساعد بتاعه يكمل بداله، وبيقرر ابو بدله فعلا يخلص عليه. بيبارك للمساعد وبيقول له ان هو كسب وبيطلع بقى يتكلم معاه. وقتها يعرف منه كل المعلومات وان جيهون هو اللي اتفق معاهم. ولما جيهون بيرجع للفندق بتاعه بيعرف على طول ان في حد موجود. بيدخل وبيلاقي ابو بدله مستنيه. بيقول له اهلا ومرحبا بالبي، موجود بتعمل ايه؟ بيقول له ما فيش، سمعت ان انت بتدور عليا قلت اجيلك بنفسي، ده انت قلبت المحطات كلها. جيهون بيعرف انه مش خايف منه، هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوقف اللعبه. ابو بدله بيقول له عبيط، انت مفكر الموضوع سهل؟ انا اول مره انضميت ليهم كنت مبسوط من اللي بعمله، بتخلص من اللعيبه اللي بتخسر. بتعدي سنين وسنين وفي مره جه شخص قدامي بدات احس ان انا عارفه. وقتها تعرف اكتشفت ان هو مين؟ طلع والدي. قررت اكمل عادي واتخلصت منه. وقتها عرفت ان المكان ده مناسب ليا، حتى اللعبه قدرتني. في يوم من الايام جم وادينه مسدس وبدله. جون بيقول له ما انت عبيط وبالنسبه لهم كلب صيد، مطلوب منك ان انت تنفذ الاوامر بتاعتهم ولو فكرت تعصيهم هيتخلصوا منك. بيقول له اعصيهم ليه؟ انا قلت لك مبسوط باللي بعمله وانت كمان ما تختلفش عني، يعني انت كنت كلب زيي فقير وما حلتكش اللضا، ولكن القدر لعب معاك وكسبت. انا عندي هديه ليك في جيبي، بس اول حاجه لازم نلعب لعبه ولو كسبت خدها. الموضوع سهل وبسيط، هنحط نفس الرصاصه هنلف الخزنه ولكن المره دي مش هتتلف تاني، مره ليك ومره عليا لحد لما نشوف هتقف فين، وقتها تنتهي اللعبه. جون بيوافق لانه عايز يتواصل مع رؤساء اللعبه باي طريقه، عايز يوقفهم عن اللي بيعملوه. بيلف المسدس وبيجي على جيهون وبيبدا اول مره بتعدي سليمه. جه الدور على ابو بدله، بيجرب هو كمان وبتعدي سليمه، الثانيه في الثالثه في الرابعه وجات الخامسه على جيهون. خلاص فاضل محاولتين بس، يا ترى مين فيهم؟ لو جيهون عدى منها سليمه خلاص عرفنا النتيجه. بيبقى متردد وخايف ولكن بيقرر يجرب، وبوم عدت سليمه، كده عرفنا النتيجه. ابو بدله بيقول على فكره انا مبسوط باللي بعمله. خلاص عرف ان هو اللي خسر، ومره واحده بوم طخ راح فيها. بعدها الظابط وانج بيوصل للمكان اللي فيه جيهون، واقف بره كده وفجاه بيسمع صوت ضرب نار. بيجري بسرعه بس المكان كله فندق وعباره عن اوض. بيسمع صوت وبيدخل كده الاوضه منهم، بيلاقي مساعد الزعيم مربوط وبيعيط. بيقول له بالله عليك فكني ما تقتلنيش. بيسالوا على مكان جيهون وبيخاف وبيضطر يقول له على رقم الاوضه. ولما بيروح بيلاقيه واقف جنب ابو بدله، بيفتكر ان هو اللي عمل كده، بيقرر يقبض عليه وبيحط الكلبشات في ايديه. لكن فجاه مساعد الزعيم بيجي من وراه وبيضربه على راسه. بيقول له جيهون انا كنت شغال مع الزعيم وكنت بدور على ابو بدله في المترو وبعت لك صورته. جيهون بيطمن لان اول مره يشوفه، بيعيط وبيعرفوا ان الزعيم للاسف مات وان ابو بدله هو اللي خلص عليه، وبيحكي له كل حاجه حصلت. جيهون بيحس بالذنب لان السبب اللي حصل للزعيم وبيقرر ينتقم له. بياخد كارت اللعبه من جيب ابو بدله، بيروح يتكلم مع هوانج كده لانه فاكر واحد منهم، لكن هوانج بيفكره بنفسه وان هو شارك في اللعبه علشان يدور على اخوه، وبيفكره ان هو ساعده قبل كده هناك. جيهون بيصدقه وبيحكي له اللي حصل معاه، وبيقول له ان هو مش اللي عمل اي حاجه لابو بدله وان دي كانت لعبه وخسر فيها. وبيعرف ان هو عاوز يلاقي الشخص المقنع مدير اللعبه علشان يوقفها، وبيساله اذا كان يعرفه. هوانج بيتفاجئ، ما بيرضاش يقول ان اخوه، بيطلب منه يفكه علشان يساعده. يبقى جيهون خايف ومتردد لانه مش واثق فيه وبيرفض وبيقرر يعمل كده لوحده. لكن قبل ما يمشي بيقول له هوانج انا شفت حاجات كتير عن الجزيره وممكن اساعدك. بيحس جيهون ان هو ممكن يستفيد منه وبيضطر يتعاون معاه. بيفكه وبياخده هو ومساعد الزعيم، بيروح للمكان اللي مخبي فيه الفلوس بتاعته. بيتفاجئوا لما بيشوفوها، بيتاكدوا من كلامه وبيعرفوا ان فعلا هو اللي كسب اللعبه. بيلوم جيهون ان هو مش عايز الفلوس وبيوعدهم لو ساعدوه يوقفوا اللعبه هيديلهم كل اللي هم عاوزينه. لكن الظابط بيقول له ان هدفه مش الفلوس. مساعد الزعيم بيبص لها كده وبيقول له ولا انا، بس انا برضه عايز انتقم للزعيم بتاعي. فبياخدهم جيهون لمكان سر تحت الارض، وهناك بيبقى محتفظ بكل انواع الاسلحه والقنابل. بيجرب قدامهم الاسلحه، بيطلب منهم يتدربوا عليها علشان يبقوا مستعدين للي هيعملوه. والاوضه ديت عازله للصوت ومفيش اي حد يقدر يوصل لهم. بيسيبهم وبيمشي. بعدها بيروح للشارع اللي كان عايش فيه وبيشوف جارته ام صاحبه المقرب اللي كان مشارك معاه في اللعبه ومات. بيتفاجئ
بيتفاجئ ان الطفل اليتيم اللي ادوله علشان تربيه كبر ودخل المدرسه، وبيعرف انها معتبراه بدل ابنها اللي مات كمان. بيتاثر بطيبتها وبيحس بالحنين ليها لانها كانت زي والدته اللي ماتت، لكن ما بيرضاش يروح لها علشان ما يعرضهاش للخطر. في الوقت ده بنشوف واحده اسمها سيون بتروح عند محقق بتطلب منه يدور على امها لانها مختفيه، وبنعرف ان امها شاركت في لعبه الحبار وللاسف ماتت. المحقق بيقول انه يدور عليها في كل مكان وملهاش اي اثر، لكن سيون بترفض انها تستسلم، بتديله كل الفلوس اللي معاها وبتطلب منه يدور مره ثانيه وبتسيبه وبتمشي. بتروح مكان شغلها وبنعرف انها بتلبس بدله وبتدي هدايا للاطفال. بتروح لطفله غلبانه وبسيطه بتدي لها هديه، الطفله بتفرح خالص، ولما بتروح بقى سيون علشان تريح الطفله بتروح لها بهديه بتدي لها رسمه ليها وهما الاثنين مع بعض. وقتها بيخش ابوها عليها وبياخدها وبيمشي، وبنعرف ان ابوها ده رسام اصلا وشغال معاهم هنا، وبنته دي مريضه وبيشتغل علشان يصرف عليها. بنته بتتعب وللاسف بياخدوها للمستشفى. الدكتور بيقول انه قدامه فرصه واحده لازم يوفر فلوس العمليه علشان يعملوها وبنته تعيش. بيقول ان هو هيعمل كل اللي عليه وما يخافش وما يقلقش من اتجاه الفلوس. نروح لسيون اللي نايمه في عربيتها، بيجي لها شخص وبيخبط عليها بيدي لها كارت وبيمشي، وشكلها هتشارك في لعبه الحبار. بنروح للظابط وانج اللي بياكل مع والدته، بيطمنها ان هو هيلاقي اخوه في اقرب وقت. بتقول له انا حاسه ان اخوك يا ابني ما عادش عايزني في حياته خالص. بالله ما تقوليش كده، انا قريب هلاقيه وارجعه تاني. في الوقت ده بنشوف جون وهو بيزرع جهاز تعقب في ضرسه، وكل ده علشان يحددوا مكانه لما يشارك في اللعبه، وبيبدا يعمل خطه وبيجهز ناس كمان. مساعد الزعيم بيجيب له كل افراد العصابه، بيروح للمخبأ السري بتاع جيهون، بيبداوا يتدربوا على الاسلحه، بيعرفوا ان هم فرقه مرتزقه محترفين في القتال وبيطمنوا ان هم يقدروا يساعدوه، وكله يعني بالسعر المناسب. لكن جون بيبقى خايف وبيحس ان نهايته قربت. بيتصل ببنته علشان يطمن عليها قبل ما يبدا خطته، ولكن ما بيرضاش يتكلم، بيقعد يسمع صوتها وخلاص، وهي ما بتعرفش مين اللي بيتصل وبتقفل السكه. تاني يوم بيروح للعنوان اللي مكتوب على الكارت لان هم هياخدوه من هناك علشان يشارك في اللعبه، وبيبقى مالها ليلي في حفله تنكريه. بيلبس مساعد الزعيم قناع وبيدخل معاه علشان يبقى قريب منه. بيقرر الظابط وانج يفضل في العربيه مستني الفرصه المناسبه علشان يقبض على اصحاب اللعبه، وفعلا بيوصلوا حراس اللعبه وهم لابسين هدوم واقنعه اللعبه، وبيستغل الفرصه وبيحاولوا يدخلوا وراهم، لكن موظف الامن بيمنعه وبيضطر يقف في الدور، وبيضطر هوانج يعرف ان هو شرطي وبيهدده بالمسدس. في الوقت ده بيروح واحد من حراس اللعبه عند جيهون وبيعرف انه معاه كارت بيطلب منه يجي معاه. مساعد الزعيم بيتفاجئ وبيحاول ان هو يروح وراهم، لكن واحد من الحراس بيكهربه وبيغمى عليه، كل ده علشان ما يعرفش اثارهم. بياخدوا جيهون وبيخرجوا من المكان، وبيبقى في عربيه بيضه مستنياهم وبيركبوا فيها. بيعرف هوانج اللي حصل، بيطلب من العصابه يحددوا مكانه، بيركب العربيه وبيروح وراه. جون بيبدا يسمع صوت مدير اللعبه معاه في العربيه، بيقول له انا حذرتك تركب الطياره وتسافر وانت ما سمعتش كلامي وقررت تفضل. جون بيطلب منه يوقف اللعبه لانه بيخدع الناس. انت بتقرب من الناس اللي ما عندهاش امل في الحياه، بتبدا تضحك عليهم، بتعرفهم ان انت هتديهم امل وتحسن حياتهم، ولكن في المقابل ما يعرفوش النتيجه. المدير بيضحك وبيعرفوا ان هم بشر ما لهمش لازمه، وانا بديلهم فرصه علشان يحسنوا حياتهم. في الوقت ده بيقرر العصابه يوقفوا العربيه، لكن فجاه القناص بيضرب عليهم من بعيد، بيفجر اطار العربيه، وبسبب كده ما بيقدروش يتحركوا ولا يوصلوا له. وانج بيعرف ان هو كان عامل لهم كمين، ولكن اتقلب عليه وطلع هو اللي معمول له كمين. بيحاول يروح وراه بعربيته، لكن هو كمان عربيته بتتعطل وما بيقدرش يحصله. جون بيعرف اللي حصل، بيحاول يضرب على السواق بالمسدس علشان يقف، لكن بيفشل. العربيه مضاده للرصاص، بيحس بالاحباط وبيحط المسدس جنبه. بيعرف ان مش هيقدر يوقف اللعبه، بيطلب من المدير يسمح له يشارك فيها. المدير بيضحك وبيقول له من لحظات كنت بتطلب ان انت توقف اللعبه ودلوقتي بتطلب ان انت تشارك. على العموم هنفذ لك طلبك، وبيبدا الغاز يملي كل العربيه. في الوقت ده بنشوف سيون وهي رايحه للمكان اللي مكتوب على كارت اللعبه، بتدخل جوه كابينه علشان تغير هدومها. وهنا المفاجاه، ما بتطلعش انها مشاركه، لا بالعكس هتشارك في اللعبه بصفتها جنديه مش متسابقه. في الوقت ده الشرطي هوانج بياخد مساعد الزعيم وبيروح علشان يتتبعوا الموقع. في نفس الوقت جون بيفوق بقى بعد ما خدوه، وكالعاده خد نفس الرقم تاني 456. بتبقى جنبه واحده عرافه بتقول له انا حاسه بيك، في حواليك طاقه سلبيه كبيره، ارواح كتيره متعلقه عليك. بيبص حواليه وبيشوف كل اللعيبه اللي شاركت في المسابقه. بعدها بيخش الجنود، بيبدا يرحب بيهم لكن بيبقى مستغربينه ليه مداري وشه. بيطلبوا منه يرفع القناع لكن بيرفض، بيعرفوا ان دي القوانين. بيقولوا له طب هات هدومنا، هات ممتلكاتنا، هات اي حاجه. بيقول لهم كل حاجه في الامان، خلصوا اللعبه وهتاخدوا كل حاجه. الجائزه عباره عن 45 مليار دولار. وبيبقى في لاعب متضايق من الحذاء بتاعه، والتانيه متضايقه من لون الهدوم، والتالت بيتفاجئ ان امه موجوده هنا. بيقول لها انت ايه اللي جابك؟ بتقول له جاي اسد الديون اللي عليك يا موكوس. بيقول لها ما انا جيت انا علشان اسدها. بتقول له بس كفايه قمار، انت هتودينا في 60 داهيه. بيقول لها يا ام الالعاب هنا مش قمار، ده العاب خفيفه ظريفه. بتقول له خلاص انا هشارك معاك علشان اخد الجائزه. بيقول لها انت ما فيكيش صحه وحل الكلام ده، روحي بس انت ريحي ونامي في البيت وانا هاخد الجائزه واجيلك. المشرفين على اللعبه بيتضايقوا، بيبداوا يعرضوا فيديوهات ليهم كل واحد بالديون اللي عليه، اللي عليه 4 مليار واللي عليه 5 مليار واللي عليه 10 مليار. هنا بيتصدموا، بيقولوا مين اللي عليه 10 مليار ده وشكله حته تقيله في البلد. وبيبدا المشرفين ينزل لهم لعبه الخنزير، وبيعرفهم ان الجائزه بعد كل لعبه بتنزل. وبيبقى في من وسطهم اللاعب 333 عنده قناه يوتيوب ودايما بيتاجر في العملات الرقميه، وبسبب كده للاسف ناس كتير خسرت فلوسها وبقى مديون. ومنهم اللاعب 230 اللي مديون هو كمان، وفي نفس الوقت مغني مشهور، ولكن مديون للاسف بسبب اللاعب رقم 333 لانه سمع كلامه وكان متابعه قريب بكل فلوسه وخسرها، وبيطلب منه يفوز في المسابقه علشان بعدها يرجع له. بعدها المشرفين بيطلبوا منهم يمضوا على الاستماره بموافقتهم على الالعاب اللي هتحصل. بيخلصوا وبيروح علشان ياخدوا الصوره الشهيره بتاعت كل واحد فيهم، وبيطلعوا علشان
يلعبوا اول لعبه وهي اشاره حمراء واشاره خضراء. في نفس الوقت الشرطي هوانج والمساعد بيقدروا ان هم يوصلوا للجزيره اللي فيها الاشاره. بيبداوا يستكشفوا الجزيره بالدرون اللي معاهم، ولكن مفيش اي حاجه غريبه. بيمشوا ورا الاشاره اكتر علشان يدوروا عليها، وهنا الصدمه بيلاقوا صياد وبيروحوا بيلاقوا محطوطه في علبه الديدان، واللعبه كانت عارفه بيعملوا ايه وهم اللي ضحكوا عليهم. في نفس الوقت جون بيبقى في اللعبه قاعد ومطمن ان كل حاجه تمام ويقدروا يعرفوا مكانه، ولكن بدا يقلق. بيقرر يبص على جهاز التعقب اللي في اسنانه، بيطلع ضرسه وبيبص فيه ومش بيلاقي الجهاز، وكده لقى نفسه في مأزق خلاص. الحل الوحيد دلوقتي ان هو لازم يعتمد على نفسه. بيتقدم اول واحد وبيوقفهم كلهم. بيبدا يعرفهم ان هم لو خسروا المره دي ما فيهاش هزار، هتبقى ضرب نار حرفيا، هيموتوا. الكل واقف عمال يبص لهم مستغربين، بيقولوا عليه مجنون واهبل. بيبدا يشرح لهم اللعبه. بيعرفوا ان الدميه اللي هناك في عينيها جهاز استشعار، اللي هيتحرك وقتها في قناص من بعيد على طول هيخلص عليه. الدميه بتبدا تلف وبتغني، كل ده وابو قناع اسود عمال يتفرج عليهم ومبسوط. بيبدا التايمر يشتغل 5 دقايق، يا ترى يقدروا يوصلوا للخط الاحمر ولا لا. جيهون بيبدا يساعدهم، بيطلب منهم يتحركوا في الوقت اللي يقول عليه ويثبتوا في الوقت اللي يقول عليه. الدميه بتلف اول مره ومحدش فيهم بيموت. بيبدا يديهم تعليمات تاني. الدميه بتلف تاني مره ومحدش فيهم بيموت. لحد دلوقتي الدنيا امان وكل حاجه ماشيه كويس، ولكن للاسف بسبب نحله الدنيا كلها حالها اتقلب. وقفت على رقبه بنت وقتها اللاعب 230 بيرعبها، بسبب كده بتتحرك، ودي اول واحده بيتم اقصائها. واحده جنبها بتبص عليها بتتخض، بترجع لورا وهي مفزوعه، فراحت وراها. الناس خافت وراحوا كلهم ورا بعض ومفيش هزار. جيهون عمال يتحايل عليهم يثبتوا، محدش يتحرك، ولكن كلهم بيجروا واللي بيجري منه بيروح فيها. بيبدا جيهون يديلهم التعليمات، بيطلب منهم يعملوا صفوف ورا بعض بحيث اللي يتحرك محدش فيهم ياخد باله. والدميه يعتبر مش هتشوف كده غير اول شخص موجود قدامها، وبيتضح ان واحد من القناصين هي سيون. واللاعب الخنزير 230 للاسف شكله هبت منه. بيبدا يزق الناس علشان يقعوا ويموتوا. بيبداوا يتحركوا مره ورا الثانيه، والخنزير عمال يرقص ولا فارق معاه. في نفس الوقت سيون بتبص على المتسابقين، وهنا بتاخد الصدمه. بتلاقي الرسام موجود وشكله شارك علشان يقدر يعالج بنته باي طريقه. بيبدا المتسابقين كلهم يعدوا الخط الاحمر، ولكن المره دي كان بطلوع الروح. وبكده بتنتهي اللعبه الاول. بتبدا سيون انها تلم عدتها وتطلع بره الاوضه. المتسابقين بقى بيروحوا لغرفه الانتظار متوترين وخايفين وقلقانين. كانوا 456 ودلوقتي خسروا 91. والام اول لما بتشوف المشرفين بتنزل على رجليها، بتترجاهم يسامحوها ويطلعوها من هنا. بتطلب من ابنها ينزل هو كمان ويترجاهم. الناس كلها بتنزل علشان تقول لهم سيبونا نمشي. بيقول لهم انتوا يا جماعه فاهمين غلط، محدش فيكم مجبر على اللعبه هنا، انتوا كلكم وافقتوا باختياركم. بيظهر جون وبيقولوا بالنسبه للقاعده الثالثه ان احنا نقدر نسيب اللعبه في اي وقت، وده عن طريق التصويت. وبيقولوا فعلا وده حقكم وحريتكم. بيبدا يجيب لهم جهاز دايره واكس، واللي موافق على تكمله اللعبه يتكه دايره، واللي رافض يتكه اكس. ولكن اول حاجه لازم تشوف الفلوس اللي هتاخدوها. وبيبدا ينزل لهم 9 مليار، ودي الجائزه اللي هتتقسم على كل اللعيبه اللي عايشين. يعني بالنسبه لكل واحد فيكم هيمشي ومعاه 24 مليون. بيقولوا له يعني حياتنا كانت معرضه للخطر قصاد 24 مليون بس، وانا الفلوس هي اللي بتشتت المشاركين. معظمهم بيبقى موافق ان هو يلعب، والمعظم التاني خايف وعايز يروح. مربع بيبدا يقول لهم ان هنبدا التصويت، واول حد هيبدا اللاعب 456 وهو جيهون. بيروحوا طبعا بيختار الرفض، واحد ورا التاني عمال يختار. النتيجه وصلت خلاص 182 ل 182، وما تبقاش غير اللاعب الوحيد الرقم 1 بيروح علشان يختار. بيتقدم وللاسف بيختار ان هم يكملوا اللعبه، وده معناه ان هم مش هيروحوا. بس الصدمه لما بنشوف وش اللاعب رقم 1. ايوه عزيزي المشاهد، ابو قناع اسمر اخو الضابط قرر يشارك في المسابقه المره دي. بنشوف الحراس وهم بينقلوا الناس اللي ماتوا وبيحطوهم في توابيت. بعدها المتسابقين اللي لسه عايشين بيروحوا يستريحوا، بياخدوا اكل وميه، لكن جون بيبقى مكتئب مالوش نفس ياكل. بيروح واحد من المتسابقين يتكلم معاه، بيعرف ان هو لازم ياكل علشان يقدر يكمل. بيحاول ياكله بنفسه لكن ولا فايده. بيقول له خلاص يا عم مش عايز تاكل براحتك، اكل انا بقى. المتسابق بيساله لو ناس كتيره ماتت هل الجائزه هتزيد؟ وقتها تصدق ممكن اسدد الديون اللي عليا. جون بيتعصب من كلامه. بيعرفوا ان اللعبه اللي فاتت في واحد قال نفس كلامه وفي الاخر مات. بيسمعوا مجموعه متسابقين وبيطلبوا منه يساعدهم علشان يكسبوا، لان اكتر واحد عنده خبره. وبيجي له المتسابق رقم 1 بيمثل ان هو واحد عادي يعني ما يعرفوش كلهم ان هو اصلا الراجل المقنع. بيسالوا ايه اللعبه الجايه. بيضطر جون يقول لهم علشان ينقذ حياتهم. بيعرفوا ان اللعبه الجايه مطلوب منهم يختاروا اشكال حلويات، وبينصحهم يختاروا المثلث. بيفرحوا بكلامه وبيقولوا له طب الشكل الصعب ايه؟ يقول لهم المظله. رقم 1 بيقول له مين العبيط اللي ممكن يختار المظله؟ وقتها بيفتكر نفسه لما دخل اول مره كان هو مختار المظله برضه. بيبداوا يتفقوا مع بعض كده علشان ما حدش يقول لباقي المتسابقين. وقتها في ناس هتموت والجائزه تزيد. جون بيتعصب وبيقول لهم انا بساعدكم علشان انقذ حياتكم. وبيعرفوا ان هو لو اتاكد انها نفس اللعبه هيعرف الباقي. بيروح واحد من المتسابقين علشان يقول لامه اللي عرفه، لكن مش بيلاقيها على سريرها. في الوقت ده بتروح امه عند بنته وبتدي لها الاكل بتاعها لانها عارفه انها حامل. بتبقى متعاطفه معاها، بتطلب منها لو حست بالتعب او احتاجت اي حاجه تكلمها. البنت بتتاثر بكلامها بتشكرها، لكن ابنها بيجي وبياخدها علشان يقول لها المعلومات اللي عرفها. بيبدا المتسابق رقم 1 يقعد مع جيهون. بيساله ليه شارك تاني في اللعبه مع انه كسبها مره؟ انت المفروض بقى معاك فلوس كتيره. بيساله اذا كان شارك في رهان الاحصنه علشان يخلصها. انت اكيد بقى معاك فلوس كتيره يعني. جيهون بيقول له ان الفلوس مش من حقي وانها من حق المتسابقين اللي ماتوا، علشان كده قررت ما اصرفش منها حاجه واوزعها على اهلهم. بيلوموا لانه السبب ان هم يكملوا اللعبه. كنا متعادلين وانت اللي اخترت ان احنا نكمل. لكن المتسابق بيقول له مش انا لوحدي، في غير اختارهم ما كمان يكملوا، وكلهم اختاروا بارادتهم يعني. ولو انا ما كنتش
الاخير كان زماني عادي يعني واحد من اللي اختاروا، وبيعرض عليه يعملوا فريق مع بعض علشان يساعدهم لان الوحيد اللي عارف الالعاب وقدر يكسبها. في الوقت ده بنشوف المتسابق الخنزير وهو عمال يتنمر على صاحبنا اليوتيوبر، بياخدوا منه الاكل بتاعه، بيتعصب وبيتخانق معاهم لكنهم بيتعاونوا مع بعض، بيضربوه بيكسروا عظم وشه. بيقرر رقم واحد يتدخل، بيطلب منهم يحترموا الناس اللي اكبر منهم وان اللي بيعملوه ده اسمه تنمر، بيفكروه ضعيف وبيتريقوا عليه، بيحذروه يبعد عنهم والا هيندموه. بيتعصب من كلامهم، بيقرر يوريهم الوش التاني، بيمسك الخنزير من رقبته، بيضرب التاني برجله، وفي اقل من ثانيه بينجح ان هو يهزمهم وبيوقعهم على الارض. بيقرب منهم وبيحذرهم لو عملوا مشاكل تاني هيخلص عليهم. كلهم بيخافوا منه بيعتذروا له. بينبهر باقي المتسابقين باللي عمله، بيسقفوا له وبيشكروه، بيتحول لبطل في نظرهم. وبيخلص اليوم الاول من اللعبه، الحراس بيقلعوا هدومهم وبيروحوا على اوضهم علشان يستريحوا. سيون بتروح تغسل وشها، بتفضل تفكر في المتسابق اللي شارك علشان خاطر ينقذ طفلته، خايفه ومش عايزه الزمن يجي عليه ويخسر وللاسف هيروح فيها. وقتها ولا هو ولا طفلته هيعيشوا. بالليل بينام كل المتسابقين لكن رقم واحد بيروح يتكلم مع جيهون، بيعتذر له على طريقته معاه، بيقرر يحكي له حكايته. بيقول انا مراتي كانت تعبانه بسبب الحمل لكنها صممت انها تحتفظ بالجنين، ولما ولدت اكتشفت ان بنت عندها مرض خطير ومحتاجه عمليه واضطريت تستلف فلوس كتيره لحد لما بقيت مديون. علشان كده شاركت في اللعبه واسدد ديوني وانقذ حياه بنتي ومراتي. انا مستعد اعمل اي حاجه علشان اخد الفلوس حتى لو هشيل ذنب كل الناس ديت. جيهون بيتاثر بكلامه لانه هو كمان كان في مكانه في يوم من الايام، كان مستعد يعمل اي حاجه علشان الفلوس وعلشان خاطر بنته. في الوقت ده بنشوف مجموعه من الحراس وهم بينقلوا مجموعه من المتسابقين اللي ماتوا. كل ده المفروض من ورا اللعبه لان هم هياخدوا اعضائهم، لكنهم بيتفاجئوا ان هم ماتوا من فتره كبيره وبسبب كده ما يقدروش يعملوا اي حاجه. وبيستنتجوا ان في حد من الحراس بيخلص على المتسابقين علشان يمنعهم ياخدوا اعضائهم، وبيتصلوا بالمدير وبيعرفوا اللي اكتشفوه، وبيتضح ان هو كمان معاهم اصلا، وبيبقوا شاكين ان في واحده هي اللي عملت كده، الرقم 11. بيتفاجئ وبيستدعيها علشان يتكلم معاها، بيسالها ليه بتعمل كده، بيطلب منها تنفذ اوامره من غير ما تخالفه لكنها بترفض، وبتعرفوا انها وافقت تشارك في اللعبه علشان تخلص الناس من معاناتها مش تعذبهم. بتعصب المدير بيقول انها كده كده ماتوا واحنا بناخد الحاجات ديت علشان نساعد بقى حد تاني، لكنها ما بتقتنعش بكلامه، بترفض تنفذ اوامره وبتصمم تكمل اللي بتعمله، بتسيبه وبتمشي. ثاني يوم بيروح الضابط وانج قسم الشرطه، بيطلب من رئيسه يساعده، اللعبه رجعت من تاني عايزين نوقفها وننقذ الناس اللي فيها. بيضطر رئيسه ياخده للمأمور وهناك بيحكي له وانج كل حاجه عن اللعبه والناس المخطوفين على جزيره. طبعا مش بيصدقوا، بيفتكروه مجنون، بيطلب منه يجيب له دليل على كلامه، بيسيبه وبيمشي. وانج بيحس بالاحباط لان محدش مصدقه والشرطه كمان مش هتساعده، بيخرج من القسم وبيقرر يعتمد على نفسه. بيتصل بمساعد الزعيم بيقول احنا لازم نتصرف بنفسنا، وبيعرفوا ان قدامهم 5 ايام لحد اللعبه ما تنتهي، وبيقترح عليهم ان هم يتقسموا فريقين، فريق يروح مع قبطان للسفينه علشان يدوروا على الجزيره والفريق الثاني يحاول يلاقي اي ادله. وبيوافق المساعد وبيقعد مع القبطان لكن ما بيتبلش في بقه فوله، بيحكي له كل حاجه يعرفها عن اللعبه. في الوقت ده جيهون بيحلم ان اللعبه الثانيه اتغيرت والمثلث بقى للاسف معقد وكل المتسابقين عمالين يلوموه، وبيصحى من النوم مفزوع. وبيصحى باقي المتسابقين، بتروح البنت الحامل تتكلم مع اليوتيوبر، بيقول لها ايه ده انت هنا من امتى؟ بتقول لها تعمل نفسك عبيط ما انت عارف ان انا موجوده. لا وكمان هو ابو الطفل اللي في بطنها. بيقول لها ليه يا بنتي لسه محتفظه بيه؟ بتقول له عايزه اربيه. بيقول لها طب ليه شاركتي في اللعبه؟ بتقول له ما انا زيك برضه، راهنت بكل فلوسي على العملات وخسرت يا باشا. وفجاه بيدخل الحراس وبيطلبوا من المتسابقين يجي معاهم علشان اللعبه الثانيه، بياخدوهم للمكان اللي هيلعبوا فيه، بيطلبوا منهم يتقسموا الفرق من 5 اشخاص وبيدوا لهم مهله 10 دقائق. جون بيتفاجئ ان اللعبه اتغيرت، بيتعصب المتسابقين وبيفتكروه كان بيخدعهم لكن بيعتذر لهم، بيعرفوا ان هو كان بيقول الحقيقه لكن محدش بيصدقه، كلهم بيتخلى عنه وبيسيبوه. وبيفضل مع المتسابق رقم 1 بس وبيمنعهم ان هم يقربوا منه، بيحذرهم اللي هيقرب منه هيندمه. الكل بيخاف وبيمشي في طريقه. جيهون بيشكره، بيتفقوا يعملوا فريق مع بعض علشان يكسبوا، وبينضم لهم 2 كمان وبكده بقى 4، محتاجين 1 كمان علشان يكملوا الفريق. وبيبدا المتسابقين يجمعوا فرق مع بعض، وبيروح اليوتيوبر للبنت الحامل علشان يعملوا فرق مع بعض. بيقول انت محتاجاني علشان تكسبوا وتفضلي عايشه لان مستحيل حد يقبل بنت حامل، بس بترفض لانها مش بتثق فيه تاني علشان يتخلى عنها مره وعن الجنين. في نفس الوقت المتسابق رقم 7 بياخد امه وبيروح ينضم لفرقه تانيه لكنهم بيرفضوا لان امه عجوزه مش هتفيدهم باي حاجه، بيطلبوا منه يسيبها ويجي هو لوحده لكن بيرفض يتخلى عنها. امه بتحس بالذنب وبتقول له روح يا ابني وانا هشوف فريق تاني عادي، لكن بيرفض يتخلى عن امه برضه، بالله مستحيل اعمل كده. بيطمنها ان هم اكيد هيلاقوا فريق. بعدها البنت الحامل بتروح عند جيهون وبتطلب منه المساعده وبتطلب تنضم لفريقهم لكن بيبقوا رافضين لانها ضعيفه، بتعرفهم انها حامل وده اخر فرصه ليها، بتصعب عليهم وبيوافقوا. بعدها ال10 دقائق بيخلصوا، يقعد كل فريق مع بعض علشان يفهموا قوانين اللعبه، وبتبقى عباره عن سباق وفي كذا لعبه مكونه من 5 العاب ولازم كل واحد من الفريق يلعب لعبه منهم، وبيبدا كل واحد يقول هو بيعرف يلعب ايه وبيوزعوا الالعاب على بعض علشان يقدروا يكسبوا. وبيبدا السباق بين اول فريقين، واول لعبه بتبقى عباره عن الورقتين ولازم يقلبها على وشها علشان يوصل للعبه اللي بعدها، واللي بتبقى عباره عن رمي الحجاره ولازم يوقع الحجاره اللي قدامه علشان يوصل للعبه اللي بعدها، واللي هي عباره عن شقط الحجاره بس المره دي بقى عن طريق ارقام والوان، تمسك واحده وتحدف الباقي، بعدها تحطهم على كف ايدك وتقلبهم وتمسكهم، ولو قدرت تعملها توصل للعبه اللي بعدها، واللي بتبقى عباره عن لعبه اليويو، تلف الحبل وترميه وكل اللي عليك ان هو يدور، واخر لعبه وان انت تنطط كره على رجلك ل5 مرات. للاسف اول فريقين بيفشلوا ان هم يعملوا كل حاجه وبسبب كده بيموتوا. المتسابقين كلهم بيخافوا، بيعرفوا ان حياتهم في خطر وبيندموا ان هم كملوا اللعبه. بيدخلوا الحراس علشان يشيلوا المتسابقين اللي خسروا
خسروا بيحطوهم في توابيت، لكنهم بيلاحظوا ان في واحد لسه عايش بيقرروا يبعتوه، واللي بعته طبعا هي سيون رقم 11، وبسبب كده بتضايق 2 تاني من الحراس. بعدها بيجي الدور على فريق الست العجوزه وابنها، وبتلاحظ ان فريق خايف ومتوتر. بتقول لهم عيب عليكم، انا فضلت عايشه بعد الحرب، مستحيل اموت في لعبه اطفال. بتبدا تديلهم ثقه في نفسها وبتعرفهم ان هم هيكسبوا، بيطمنوا وبيبداوا ان هم يلعبوا. البنت الصغيره بتقدر انها تقلب الورق على وشها. بيجي الدور على المتسابق رقم 7، امه بتقول له اعتبر اللي قدامك ديت البنت اللي انت حبيتها وسابتك. بيقول لها بنت الهرمه، وبيقوم جارم الطوبه جايبها من اللعيبه. بيجي بقى الدور اخيرا على الست العجوزه، بتقول لهم تعالوا بقى اوريكم مهاراتي، اوريكم قدراتي، انا اللي اتربيت في الزمن القديم، وبخفه ايد بتفوت في الحديد وبتخلص والكل بينبهر منها. واخيرا بيجي الدور على العرافه اللي هتلعب لعبه البلبل. بتبدا تلف الحبل مش عارفه، بتتوتر وبتخاف، تحاول مره تفشل، الثانيه تفشل، بدات تفقد الامل خلاص، وشكل الدنيا قفلت في وشهم وهيخسروا. ولكن اللي جنبها بتديها في وشها، بتقولها انت لو ما خلصتيش وفزتي انا اللي اخلص عليكي دلوقتي. فبتعملها بنت اللعيبه وبتفوز. واخيرا بيجي الدور على المتسابقه الاخيره، والمفروض تنطط باللعبه ديت 5 مرات. الكل مستني يشوف هيفوزوا ولا لا. بتطلب منهم يلفوا وشهم شغالين على الصوت. بداوا يتقدموا، اخيرا وصلوا للخط الاحمر. اول فريق بدا يفوز، من بعدهم الناس بدا ياخد ثقه في نفسهم شويه. فريق ورا الثاني بدا انه يستعد علشان يفوز، وما عادش متبقي غير اخر فريق وهو فريق جيهون. البنت الحامل بتستعد علشان هي اللي المفروض تلعب لعبه الورق، ومن اول مره بتجيبها. وبيجي الدور على المتسابق اللي جنبها. على طول ابن اللعيبه بيسيب الحجر وبيوقعه. مش عايز اصدمك بقى من المتسابق الثالث، بخفه يد قدر يغلب العجوزه، اثبت للكل انه عنده مهارات ابن اللعيبه. الكل بيبص له مصدوم من اللي عمله، في اقل من ثانيه كان قدر مخلصها. يلا جه الدور على المتسابق رقم 1 الخنزير، هيغدر بيهم ويفشلهم ولا ايه؟ بيلف الخيط كويس، وجه الدور انه يسحب الخيط علشان البلبل يلف. بيحاول اول مره بيزقوا لقدام خالص وبيخسر، بيجيبوه وبيرجعوا تاني وبيحاول، بيحدفوا لورا خالص وبيخسر. بدا يضيع الوقت اللي كانوا موفرينه، بس في المحاوله الثالثه قدر ان هو يكسب. الوقت خلاص قليل. بيجي الدور على جيهون، والمفروض ينطط بالبتاع ديت 5 مرات. قدر ان هو يعمل الاولى والثانيه والثالثه والرابعه كمان، بس ال5 فلتت منه. وهنا بقى رقم 1 بيساعده، قدر ان هم يفوزوا. واخيرا ابن اللعيبه فرق نفاذ. بيدخلوا وباقي المتسابقين بيبقوا زعلانين ان لسه في ناس عايشه، كانوا مفكرين الفلوس هتزيد. وبعد انتهاء اللعبه الجنود بيروحوا لمكانهم، وهنا بقى الجنديين اللي كانوا متضايقين من 11 بيروحوا وراها. بيدخلوا الاوضه، وفي جندي كان بيراقبهم بيعمل كل حاجه طبيعيه كأن مفيش حاجه حصلت، بيحاول يداري على اللي هيحصل في الاوضه. بيشيلوا القناع وبيعرفوا انها بنت، بيحذروها انها لازم تبعد عنهم، وبيطلبوا منها انها ما تبوظش شغلهم علشان المره الجايه هيأذوها. ولكن ولا بتخاف ولا بتهش ولا بتنش، بتقول لهم اللي في كلكم اعملوه. فبيسيبوها وبيمشوا وبيحذروها. بيدخل بعدها الجنود وبيعرفوا ان دلوقتي فاضل 255 متسابق، وده معناه ان نصيب كل واحد فيكم دلوقتي يعتبر 78 مليون دولار. المتسابقين بيعترضوا، بيقولوا له ازاي 78؟ ده انا لو واحد ضربني كان ادانا اكتر من كده. بيبدا مربع يعرفهم ان الفلوس عادي تزيد طالما في فرصه لكم ان انتوا تشاركوا في الالعاب الجايه، ولكن دلوقتي يجي وقت التصويت علشان تختاروا هتكملوا العاب ولا لا. وللاسف هنا الفلوس بتعمي، المبلغ كتر ولكن برضه عايزين اكتر. اللي كان رافض اول مره بدا يستمتع باللعبه وبيوافق، ومنهم ابن الست العجوزه كمان، حتى المتسابق اللي كان مع جيهون. والكل بدا يختار، ولكن المره دي النتيجه كانت مقلوبه خالص. كلهم بيوافقوا يعتبر ان هم يفضلوا، فبيقرروا يناموا ويستريحوا علشان المسابقه الجايه. لكن جون بيقول لهم انتوا لازم تاخدوا بالكم، المره اللي فاتت كان الناس بتقتل بعض، كل ده علشان يقللوا عدد المسابقين، وقتها الفلوس هتزيد وهم هيكسبوا اكتر. بيبدا ينزل المراتب تحت علشان ياخدوا بالهم ويعملوا حصن، وهيناموا واحد هيراقب ونبدل مع بعض علشان نفضل عايشين. واللي خاف منه ما حصلش عادي، يعني الامور عدت سليمه النهارده. بيصحوا تاني يوم وبيستعدوا علشان اللعبه الثالثه. بياخدوهم لمكان غريب تحسه شبه مدينه الملاهي، ولكن عمال يلف بيهم. بيبدا يعرفوهم ان اللعبه هيبقى اسمها لعبه الاختلاط. بيطلبوا منهم يتقدموا للوسط عند المنصه، ولما تبدا اللعبه هتبدا بالدوران بيهم. وبيطلبوا منهم يعملوا فرق خلال 30 ثانيه، وكل فرقه تخش من البيبان اللي قدامها. ولكن مش بالسهوله ديت، في اغنيه هتشتغل، هتسمعوا رقم عشوائي، لازم تتقسموا فرق على نفس عدد الرقم ده، وكل فريق يستخبى في اوضه، واللي مش هيلاقي فريق ويفضل واقف هيخسر ويموت. بيتفاجئ المتسابقين وبيعرفوا انها لعبه صعبه، لكنهم بيضطروا يكملوها لانهم ما عندهمش حل تاني. بيروحوا كلهم يقفوا على اللعبه اللي بتدور. بتبدا الاغنيه تشتغل، وبيبقى الكل متوتر وخايف. وفجاه الاغنيه بتقف وبيسمعوا صوت بيقول لهم 10. بيعرفوا ان كل فريقين لازم يدخلوا اوضه مع بعض. بيبدا كل فريق يدور على ناس تدخل معاهم، وبيقرر فريق جون يتعاون مع فريق الست العجوزه وابنها، وبينجحوا ان هم يدخلوا اوضه واحده مع بعض في الوقت المناسب. بعدها العد التنازلي بيخلص، وبيبدا الحراس بعدها يخلصوا على اي حد ما قدرش يلاقي فريق، وبيحس جون بالعجز لانه مش قادر يوقفهم ولا يحميهم. وبكده بتنتهي الجوله الاولى، وهتبدا الجوله الثانيه. بيقف المتسابقين على اللعبه مره ثانيه، بتبدا تلف بيهم وبتشتغل الاغنيه. وفجاه اللعبه بتقف وبيسمعوا صوت بيقول لهم 4. بيعرفوا انه لازم كل فريق يبقى مع 4 اشخاص، وبيبدا كل فريق يتخلى عن واحد منهم. وهنا جون بيقرر يخاطر بحياته علشان ينقذ فريقه، بيتخلى عنهم علشان يبقوا 4. بيطلب منهم يدخلوا اوضه، لكن رقم 1 بيرفض، بيقول يروح معاهم وهو هيلاقي فريق تاني. وبيضطر جون يسمع كلامه لانه خلاص مفيش وقت. وفعلا بيخلص العد التنازلي، وبيبدا الحراس يخلصوا على المتسابقين. وبنلاحظ ان في فريق خالف القواعد، وبيبقوا دخلوا اوضه وهم 3 اشخاص بس، وبيفتكروا ان الحراس ما خدوش بالهم. بيفرحوا ان هم لسه عايشين، لكن على مين؟ المدير فايق ومراقبهم من كل حته، بيشوفهم في الكاميرات وبيقرر يعاقبهم لان هم غشوا في اللعبه. بيبلغ الحراس بمكانهم، وبيروحوا بيخلصوا عليهم. كل ده علشان يبقى عبره للي هيخالف القواعد ومحدش حاول يعمل زيهم. بعدها
بيخرج المتسابقين من الاوضه، جون بيبقى قلقان على المتسابق رقم 1، بيفضل يدور عليه في كل مكان لكن بيتفاجئ ان لسه عايش وبيفرح وبيشكره على اللي عمله. بيروح رقم 1 يطمن على البنت الحامل، بيطلب منها تاخد بالها من الجنين اللي في بطنها. بيسمعوا اليوتيوبر وبيتكسف من نفسه لانه حد غريب وبيحمي حبيبته وابنه. بعدها بتنتهي الجوله الثانيه ونبدا في الجوله الثالثه. بيركب باقي المتسابقين على اللعبه، بتشتغل الاغنيه بتبدا تلف بيهم. بيبقى الكل متوتر وخايف وعلى اعصابه، يا ترى مين المره دي اللي هيروح فيها. بتقف اللعبه لكن المره دي بيبقى العدد 3. بيتفاجئوا وبيضطروا يتفرقوا عن بعض. بيبدا كل فريق يتخلى عن 2 من زمايله، وللاسف فريق الست العجوزه بياخدوا ابنها غصب عنها، بيسيبوها هي لوحدها لانها عبء عليهم. ابنها بيحاول يرجع لها لكن بيمنعوه. بتخاف العجوزه وبتحس ان خلاص نهايتها قربت. بس في الوقت المناسب بيظهر جون، بياخدها معاه في الوقت المناسب وبيدخلوا يستخبوا في اوضه واحده مع بعض. وبيتفاجئ رقم 1 لما بيشوفها لوحدها، بيسالها اذا كان ابنها اتخلى عنها وسابها وهرب. بتزعل من كلامه، بتقول له ان ابني بيحبني ومستحيل يعمل كده مهما حصل. بتعيط وبتعرف ان هم تاهوا عن بعض غصب عنها. رقم 1 بيتاثر، بيعتذر لها على كلامه وبينتهي العد التنازلي وبيظهر الحراس. بيخلصوا على عدد كبير من المتسابقين اللي خسروا، وبيخرج باقي المتسابقين وكل واحد بيدور على فريقه علشان يطمن. وبتفرح العجوزه لما بتشوف ابنها، بتجري عليه وبتحضنه لكن بيعيط. بيعتذر لها ان هو سابها ودخل، بس هي بتسامحه، بتقول له انها مش زعلانه منه. والجوله اللي بعدها بيقرروا يفضلوا ماسكين ايد بعض مهما حصل. وفعلا بتبدا الجوله، بيركبوا اللعبه وبتشتغل الاغنيه، بتبدا تلف بيهم وبيفضلوا يدوروا مده طويله لحد لما بتقف فجاه. والمره دي العدد بيبقى 6. بيبدا المتسابقين يجروا علشان يعملوا فرق ويدخلوا الاوضه، لكن جون بيقرر يخلي البنت والناس الكبيره يدخلوا هم الاول علشان ينقذ حياتهم. بعدها بيروح يدور هو ورقم 1 على اوضه، وبينجحوا ان هم يدخلوا في الوقت المناسب قبل العد التنازلي ما ينتهي. لكن البنت الحامل بتتوه منهم، بتضطر تدخل مع فريق الست العجوزه وابنها، وبيبقى معاهم واحده كمان بتحاول تنقذ صاحبتها. بتطلب منها تدخل بسرعه لكن اليوتيوبر هو اللي بيدخل وبيقفل الباب عليها. وبينتهي العد التنازلي وهي بره مش مع اي فريق، وللاسف بيخلصوا عليها. كل ده قدام فريقها اللي مش قادر يعمل حاجه ومنهار. بتزعل صاحبتها عليها، بتفضل تعيط، بتلوم اليوتيوبر لانه السبب في اللي حصل لصاحبتها، بس بيدافع عن نفسه. بيلاقي كل اللي هنا بيدور على مصلحته، حياتنا اهم حاجه عندنا، انا اي حد مكاني كان هيعمل نفس اللي انا عملته. وبتقف حبيبته في صفه، بتقول لهم ان هو مع حق. بعدها بيخرجوا من الاوضه وبيشكرها اليوتيوبر على اللي قالته في صفه، لكنها بتبقى لسه متضايقه منه برضه. بتسيبه وبترجع لفريقها القديم. بيستعدوا للجوله الاخيره وبيبقى باقي 100 متسابق بس عايشين. بيركبوا اللعبه، بتشتغل الاغنيه، بتبدا تلف بيهم وبيبقى الكل على اعصابه مش عارفين العدد هيبقى كام. وبيستنتج جون ان هيبقى 2 علشان يخلصوا على نص عدد اللي موجودين، وفعلا بيطلع معاه حق. بتقف اللعبه، بيعرف ان كل 2 هيستخبوا في اوضه. بيبدا المتسابقين يجروا علشان يلحقوا اوضه فاضيه. بيفضلوا يتخانقوا مع بعض وكل واحد عاوز ينقذ حياته. بيضطر صاحبنا رقم 1 يستخدم قوته، واللي كان بيجي على طريقه بيقعده في دكته وينجح يدخل اوضه فاضيه هو واحد من فريقه. لكنهم بيلاقوا واحد غريب جوه وبيهجم عليه. الرقم 1 بيفضل يخنق فيه لحد لما بيخلص عليه، وبيتفاجئ صاحبه من اللي عمله وبيعرف ان هو وحش ممكن يعمل اي حاجه علشان يفضل عايش. وبعدها بتخلص اللعبه الثالثه وبيخرج المتسابقين اللي لسه عايشين وبيروحوا لاماكنهم علشان يستريحوا. بيستغل اليوتيوبر الفرصه، بيروح يتكلم مع حبيبته وبيحاول يصالحها. بيطلب منها انها تسامحه. وعد مني لو خرجنا من هنا عايشين هنبدا صفحه جديده، هربيك انت وابني. بتعرفوا ان هو بيحاول يخدعها علشان ياخد فلوسها. بترفض وبتسيبه وبتمشي. بعدها الحراس بيدخلوا عليهم، بيعرفوهم ان كده اللعبه انتهت، كل واحد هيكسب 300 مليون لو انسحبوا. وبيقرروا يعملوا تصويت علشان يعرفوا اذا كانوا عايزين يكملوا اللعبه ويكسبوا اكتر ولا ينسحبوا بالمبلغ اللي معاهم. بيبدا جيون اول واحد، بيختار ان هو ينسحب. بعدها بيبدا باقي المتسابقين هم كمان يصوتوا، وكلنا عارفين اللي فيها الفلوس بتعمل عيون، والجعان ما بيشبعش لو قدامه طبق مليان. عايزين يزودوا الجايزه وبيختاروا ان هم يكملوا، وبتبقى النتيجه 50 للناس اللي عايزه تكمل و49 للناس اللي عايزه تنسحب. ويتبقى متسابق رقم 1 هو اللي هيحدد. وبيخاف صاحبه اللي في الفريق بتاعه لانه شافه وهو بيخلص على واحد في اللعبه، وبيفتكر ان هو هيختار يكمل لانه طمعان في الفلوس، بس بيتفاجئ ان اختار ينسحب. وبكده النتيجه بقت تعادل. وبيقرر الحراس ان يعملوا التصويت مره تانية بكره، وبيدوا لهم فرصه لحد بكره علشان يفكروا كويس. في الوقت ده بنشوف الضابط وانج ورجالته قدروا ان هم يوصلوا اخيرا للجزيره. بيقدروا ان هم يوصلوا لباب سري، بيقرروا يدخلوا منه علشان ينقذوا جهون وباقي المتسابقين اللي عايشين. لكن اول لما بيفتحوه بيحصل انفجار كبير. بيعرفوا ان ده كان فخ ليهم. بعدها المتسابقين بيقعدوا مع بعض. بتحاول الست العجوزه وابنها يقنعوا الباقي ان هم ينسحبوا. بيعرفوهم ان المبلغ اللي هياخدوه كفايه ويقدروا يحسنوا بيه حياتهم ويعيشوا مرتاحين، بس الناس لسه طمعانين، عايزين يكملوا، عايزين ياخدوا مليارات. بيقولوا كمان جوله علشان المبلغ يتضاعف. وبيفضل المتنمر يستفز بعضهم بالكلام، عايز يكمل لحد لما بتحصل بينهم خناقه كبيره. وبيهجم على اليوتيوبر وبيقع على الارض. بيحاول يخنقه وبيقول ان هو يخلص على حبيبته وابنه. بيتعصب اليوتيوبر من الخنزير وبيحاول يدافع عن نفسه. بيضربه بشوكه الاكل وبيخلص عليه. لما بيستوعب اللي عمله بيخاف، بيدخل يستخبى في الحمام وبيسيب هنا الدنيا مولعه نار. بتشتغل خناقه وبتفضل لحد لما بيموت عدد كبير من المتسابقين. وبيرجع اللي لسه عايش عند باقي المتسابقين، وكل واحد عمال يتهم التاني ان هو حاول يخلص عليه علشان يكسب التصويت. منهم اللي عايز يفضلوا في اللعبه ومنهم اللي عايز يمشي. في نفس الوقت بيبقى هوانج ورجالته راكبين السفينه، لكن بيبقى في عاصفه كبيره في البحر. وبيروح واحد من رجالته يطمنوا على الدرون اللي بيستكشفوا بالجزيره، وبيتفاجئ ان القبطان ماسكها بيحاول ان هو يبوظها. وبيتفاجئ من اللي شافه وبيعرف ان هو خاين طول الفتره اللي فاتت وكان عارف بموضوع لعبه الحبار. راح علشان يعرف هوانج، لكن القبطان بيروح وراه
الطعام بيخلص عليه وبيرميه في البحر. وبنرجع للعبه وبيعرف جيهون ان مات 3 اشخاص من الفريق اللي عايز يكمل اللعبه، بينما هم واحد بس اللي مات منهم، وده معناه ان عددهم بقى اكبر وممكن يكسبوا التصويت بكره. لكن المتسابق رقم 1 بيخاف الفريق التاني يهجموا عليهم وهم نايمين ويخلصوا عليهم كلهم، وبكده هيضمنوا ان عددهم بقى اكتر مننا، يعني هنكمل اللعبه. وبيقترح عليهم ان هم يهجموا عليهم الاول. جيهون طبعا بيرفض، بيقول دول مش اعدائنا الحقيقيين وان المفروض نقاتلهم، هم اصحاب اللعبه. وبيتفق معاهم على خطه، بيطلبوا منه يسمعوا كلامه، وبالليل بيطفي الحراس الانوار، كل ده علشان المتسابقين يناموا. وبيستغل الفريق اللي عايز يكمل الفرصه، بيهجم على الناس اللي عايزه تنسحب، وفعلا بيبداوا يخلصوا عليهم، وللاسف بيموت عدد كبير منهم. بتحول المكان لساحه حرب. كل ده وجيهون وفريقه اصلا مستخبين تحت السراير، وبيطلب منهم ما يعملوش حاجه لحد لما الحراس يوصلوا. ساعتها هنستغل الفرصه، هناخد منهم الاسلحه بتاعتهم. وفعلا ده اللي بيحصل. بيدخل الحراس علشان يمنعوا المتسابقين ان هم يخلصوا على بعض، وقتها اللعبه هتبوظ لو عملوا كده. وبيروحوا علشان ياخدوا باقي الجثث اللي ماتت، لكن جيهون وفريقه بيمثلوا ان هم من الضحايا. واول لما الحراس بيقربوا منهم بيهجموا عليهم، بياخدوا منهم اسلحتهم وبيبداوا يضربوا فيهم. بينجحوا ان هم يخلصوا على عدد كبير منهم، بس واحد من الحراس كان هيضرب جيهون من ظهره، ولحسن الحظ بينقذوا المتسابق رقم 1 في الوقت المناسب وبيدافع عنه وبيحميه. بيبدا هو وفريقه ان هم يتعاونوا مع بعض، ماسكوا الحراس طحن ردم فوق وتحت، ضرب ضرب ضرب، ما فيش شتيمه. المدير عمال يتفرج من الكاميرات ومصدوم من اللي حصل. ده انت ليلتك مش هتعدي يا زعيم. بيتفاجئ وبيامر بقى الحراس ان هم يهربوا، وبيبدا يقفل الابواب، لكن جون وفريقه بيمسكوا واحد من الحراس قبل ما يخرج، بيقبضوا عليه وبياخدوه علشان يستجوبوه. لكن واحد من الفريق كان عايز يخلص على الناس اللي كملوا اللعبه، بدا يتجنن عايز ينتقم لكل الناس اللي ماتوا. عدد كبير من المتسابقين وهم نايمين اتغفلوا، راحوا فيها وما يعرفوش، بس جون بيمنعه، بيقولوا ان عدوهم الحقيقي هم اصحاب اللعبه. وبيبدا يضرب الكاميرات علشان المدير ما يعرفش هم بيعملوا ايه. بيجمعوا الاسلحه من الحراس اللي ماتوا. بيتعصب المدير من اللي حصل، بيدوس على زرار الانذار وبيجمع كل الجنود اللي على الجزيره. بعدها جون بيتكلم مع باقي المتسابقين، بيعرفهم خطتهم ان هو ناوي يقبض على اصحاب اللعبه ويدفعهم الثمن. بيطلب من اي حد بيعرف يستخدم الاسلحه ان هو يساعدهم، لكنهم في الاول بيخافوا، محدش بيرضى ينضم له، كلهم عايزين يكملوا اللعبه في سلام وخلاص، ما يعرفوش ان هم هيموتوا فيها. لكن بعدها مجموعه بتتشجع، بيقرروا يروحوا معاه علشان يخرجوا من اللعبه ويرجعوا لاهلهم تاني. فهموا اللي فيها وان هم لو فضلوا هنا مش هيطلعوا عايشين. وبيبقى فيه واحده من القوات الخاصه بتوزع عليهم الاسلحه، بتبدا تشرح لهم ازاي يستخدموها. بعدها جون بيروح يستوجب الحارس اللي قبضوا عليه وبيشيل القناع من على وشه. لكن هنا المفاجاه، شاب صغير بيعرف ان هو كمان مجبور يعمل كده، بيطلب منه يوصله لمدير اللعبه. بياخدوا منه المفتاح وبيخرجوا من الاوضه اللي هم فيها، بيروحوا وراها علشان يوصلهم للدور اللي فيه المدير. وفجاه بيظهر مجموعه من الجنود على السلم، بيبدا على طول يضربوا عليهم بالاسلحه علشان يمنعوهم ان هم يصعدوا. لكن البنت اللي من القوات الخاصه بتبدا انها تستخدم السلاح، بتصطادهم واحد ورا التاني، بتهزم عدد كبير منهم. ولحسن الحظ محدش من الفريق بيتصاب. بياخدوا الذخيره من الناس دول وبيقرروا يكملوا طريقهم، وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا لاوضه التحكم. بيطلب جون من الحارس ان هو يفتح الباب. الحارس بيقول له ان هو لازم يلبس القناع، وده الشرط الوحيد علشان الباب يتفتح، وبيسمح له جون ان هو يعمل كده. لكن الحراس بيبقوا عاملين لهم كمين، وفجاه بيظهروا من الشبابيك على طول بيضربوا عليهم، والحارس كمان بيتقتل وسطهم. المتسابقين بيحاولوا ان هم يعطلوهم، وبيستغل جون الفرصه، بياخد واحد من فريقه وبيحاولوا يوصلوا لاوضه التحكم. بيستخدم قناع الحارس اللي مات، بينجح انه يفتح الباب فعلا، بيحط سلاح على الارض علشان يسيبه مفتوح. بيكملوا طريقهم وبيتعاونوا مع بعض، بيزموا الحراس اللي على السلالم ومحدش بيقدر عليهم، ماسكينهم ضرب ضرب ضرب. بيكملوا وبيحسوا ان هم في متاهه مش عارفين يروحوا فين. بيروحوا من نفس الطريق اللي الحراس خرجوا منه، لكنهم بيبقوا فيه حراس كتير على السلالم وبيبداوا يضربوا عليهم تاني علشان يمنعوهم. على الاتجاه التاني فريقهم بيبقى لسه بيقاتل الحراس، بس الذخيره بتاعتهم خلاص قربت تنتهي. المتسابق رقم 1 بياخد 2 معاه وبيروح يساعد جون علشان هو املهم الوحيد يخرجوا من هنا عايشين. بس في الوقت ده بتخلص ذخيره جون وبيضطر يخاطر بحياته، بيروح علشان ياخد اسلحه الحراس اللي ماتوا، وبينجح انه يعمل كده. بعدها بيوصل المتسابق رقم 1 علشان يساعده، بيساله اذا كان عنده خطه. بيطلب جون منه يلف من ورا الحراس، تعال انت من ظهرهم علشان تخلص عليهم، وبيديله الذخيره اللي معاه، وبيطمنوا ان فريقهم مش هيتخلوا عننا. بيقولوا يثق فيهم، وفعلا بيبداوا ينفذوا الخطه. في الوقت ده بيروح واحد من فريقه علشان يجمع الذخيره من الحراس اللي ماتوا في الاوضه، لكن بعدها بيسمع صوت ضرب النار وبيخاف، بيقف في مكانه مش عارف يعمل ايه. بيفضلوا يكلموه في جهاز اللاسلكي، بيطلبوا منه يرجع لهم، بس بيرمي الجهاز وما بيرضاش يرد عليهم. وبتضطر البنت اللي من القوات الخاصه تخاطر بحياتها، كل ده علشان تروح تجيب الذخيره منه. في الوقت ده بينجح المتسابق رقم 1 ان هو يلف من ورا الحراس، وبيستعد هو وفريقه علشان يهجموا عليهم. وهنا كانت المفاجاه، بيضرب على الاثنين اللي معاه وبيخلص عليهم. وللاسف بيتضح ان هو خاين من جواه، قلنا ربنا هداه وشكله يعمل الصح، ولكن طلع اساس الغلط. بيتكلم جون في اللاسلكي، بيمثل قدامه ان هو فشل، بيخليه يسمع صوت صاحبه وهو بيموت. بعد الحراس بيعرفوا ان ذخيرتهم خلصت، وبيستغلوا الفرصه وبيحاصروا كل المتسابقين، وبيضطروا يستسلموا. بيبقوا فاكرين ان هم هيسيبوهم عايشين، لكن الحراس بيخلصوا عليهم لان هم خلفوا القوانين. وبتخلص ذخيره جون وصاحبه هم كمان، وبيستسلموا. بيقبضوا الحراس عليهم. بيروح المدير بنفسه علشان يعاقبه، لكن ما بيرضاش يخلص عليه، بيقول ان اللعبه هتفضل مستمره ومش هيقدر يوقفها. لا وكمان بيقرب من صاحبه وبيخلص عليه قدام عينيه، بيسيبه وبيمشي. جيهون بيتفاجئ من اللي حصل، بينهار وبيفضل يعيط، بيحس بالذنب لانه السبب في كل اللي حصل، ولكن بيحقد اكتر، بيقرر ينتقم منهم كلهم مهما حصل. وبكده
بيخلص المسلسل.